نتوما خوتي بصراحه وقولوا لي كي جاكم الخبيز ديالنا ديال الشعير والشوفان معجون بالشعير. هذه هي راه كانت لصقات ليا شويه في الطاوه، ولكن معليش حتى هي جات زوينه. ها نتوما كيفاش جا زوين صراحه، وجا غزال. وانا اللي دابا كناكلو انايا هذا، وتا ولدي تا ولادي الصراحه ما كانش في الاول كيزعموا على الشعير، ولكن دابا ولا كيعجبهم صراحه غزال. وقولوا لي خوتي كيفاش جاكم الخبيزات، وتبارك الله عليكم وتهلاو ليا في راسكم. خوتي خواتاتي غادي نشارك معكم واحد الخبز ديال الشعير الكامل والقمح الكامل ومعجونين بالشوفان. وعاد قرصت شي حاجه بالشوفان، وقرصت شي حاجه بالشعير، وقرصت شي حاجه بالزرع. هادو معجونين بالشعير والقمح والشوفان كعجينه. وخليكم معايا حتى الاخر، ونتمنى منكم تشجعوني وتبارطاجيو بحال هاد الوصفات باش يوصلوا لبزاف ديال الناس. ونوريكم حتى الطريقه كيفاش طيبوه، لان الشعير كيجي صعيب ملي كتقرصوه وكتبغي تهزو وكتقلبوا في المقله، راه ما تيتهش لك، كيتخسر لك. لان الشعير اغلبيه الناس الا داروه مع الفورص راه كيتهز، وإلا عجنتيه بوحدو سيك مع الزرع سيك راه ما يمكنش لك تهزو. يعني الا بغيتي شي حاجه صحيه تبعوا معايا الطريقه كيفاش انا صوبته، كيفاش درتو في اللاطه حتى دخل الفران حتى طاب حتى خرج بالصحه والراحه. ما تنساوش تبارطاجيو لي هذا الفيديو مع احبابكم صحابكم، فيسبوك انستغرام واتساب، فضلا منكم ليس امرا. الله يجازيكم بخير باش تزيدوا تشجعوني ندير معكم بزاف ديال الوصفات اللي تكون طبيعيه صراحه وتكون صحيه. هذا هو اللي كاين اخوتي، وتبارك الله عليكم وشكرا لكم. وما تنسوناش من التعليقات ديالكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال، ونتمنى احوالكم تكون طيبه. خوتي خواتاتي اليوم غادي نشارك معكم اصدقائي وصديقاتي وخوتي وخواتاتي في الاسلام. اليوم غادي نشارك معكم خبز صراحه صحي وزوين، وتتبقى المعده ديالك زوينه وكتبقى صحيحه، وما نخليوش حتى نمرضوا عاد نوضوا نديروا الريجيم اولا نديروا الحميه. من نتهلاو في راسنا ما حدنا ملي كنكونوا باقي صحاح وكتزاد الصحه في صحه. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا الريجيم مثلا على الخبز، على الطحين الفورص، وكيقول لهم الطبيب ديروا الشعير او ديروا القمح وما تيعرفوش يصوبوه ولا لا صوبوه، كيتصاوب ليهم وكيجي داك ما كيبغيش يتجمع لهم الشعير ما كيتجمعش بوحدو الصراحه، راه تيغلب. ولكن انا غنقول لكم شنو غادي نخلط معاه وكيفاش غيجونا، ونوريكم حتى الطريقه ديال التكراس، ونوريكم حتى الطريقه ديال الطياب. خليكم معايا مرحله بمرحله ان شاء الله وانا جايكم. عندنا هنايا زلافه وشويه عامره ديال هذا ديال الطحين ديال الشعير الكامل، عاد غربلته انا حيدت منه الصفا، كتجيبيه من شي طاحونه موثوق منها راه كيكون هو شويه كحل. عندنا هنا القمح الكامل، يعني القمح ما فيهش حتى شي حاجه. وعندنا هنا الشوفان البنات انا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليه. الشوفان غنزيد عليه هذا الشوفان حتى هو غادي نخلطه في العجينه، ماشي غنقرص به، غادي نزيد عليه شويه ديال الماء. كان عليا نصاوبو قبيله، ولكن غادي راني معلقه غادي نخليه حتى يرطب واحد شويه، وغادي نرجع لكم باش نجمع معكم هاد الطحين ديالنا، يعني الشوفان، الطحين ديال الشعير والخبز والطحين ديال القمح. من طبيعه الحال غادي نجمع معكم في هذه القصريه هذه. والطريقه راه كاينه حتى في التقراص، يعني الا ما عرفتيش تقرصي خبز الشعير غيجي قاصح، ولا غادي يجيك معجن من الداخل. يعني هو التطياب ديالو والتقراص ديالو والطريقه كيفاش تخدميه. نحركوا هذه واحد شويه، شتي ها هو بدا كيتطلق. هذا هو غادي نعجنوا به، نزيدوا شويه الماء، حيت ملي كالشوفان كيف ما كنعرفوا ملي كنديروه في الماء. يمكن لكم انا حيت غير بغيت نصور معكم داكشي باش وريتكم هكا، اما اللي غتوجد راه ترطبوه هو الاول وعاد دير الطحين والقمح. المهم هو دابا تقريبا غيكون رطاب. هنا غادي نخليكم معايا هنا هافينا وتصنتوا ليا مزيان. راه كاين الناس اللي عندهم والديهم تيخرج لهم الطبيب الريجيم. غنضيفوا هنايا الطحين ديال الشعير، ها نتوما. انا راه حتى التغربيله ما مغربلاش، شي تغربيل اللي كتعرفوا كنغربلو بواحد الغرباله شويه، الغرباله شويه دايره، شويه
بغيت نقول لكم شويه عينيها واسعين. هنا غنزيدوا القمح الكامل بنخالته يكون مسحوق مزيان. كاين الناس اللي ما كياكلوش القمح وكينوضوا كيجمعوا الطحين ديال الشعير كيجمعوه بالفورص. لا، نفضلوا ان نديروا ليه القمح مزيان لينا المصران وما نجمعوش بالفينو. هكا غنضيفوا شويه ديال الخميره ديالتنا وغنضيفوا واحد شويه الملحه. غنضيفوا ليه الملحه وهنا غنجمعوا وغنخليه حتى يخمر. بالنسبه اللي كياكلوا الناس اللي كياكلوا النصوص راه ما يديروش الملحه، وبالنسبه اللي باغي يدير الخميره بلديه ما بغاش يدير الروميه راه يديرها. انا مازال غادي نبارطاجي معكم هذه المره ان شاء الله الخميره. ها نتوما خوتي انا غادي نضيف دابا هاد الشوفان هذا، راه رطبته غير في الماء بارد، راه هادشي صحي. ها نتوما خوتي، كاين اللي غيقول الشوفان حكا راه حتى هو كيتعجن وحتى هو كيجمع لينا الدقيق ديالنا هذا ديال الشعير. صافي، وغادي نضيفوا الماء فاش غادي نعجنوها. صافي، وغادي نتكلوا على الله. بسم الله. انا درت واحد الكميه زايده شويه حيت كيعجبني انا مع زيت العود واتاي، صراحه كيجي رائع ملي كيكون يلا طيب. بالنسبه اللي ما قدرش طيبها في الفران تولي تقرص في الوصلاني شهد. ها هو الشوفان داب صافي ولا حتى هو. واللي ما بغاش يدير القمح ما يديروش، يدير غير الشوفان والشعير. مازال غنصاوبوا معكم هذه المره هذه. ولا بغيتو ما تكثروش الخميره حتى هي راه مضره للصحه الخميره بزاف. ممكن نديروا على هذا الشيء هذا. والعجينه ديالنا ما تكونش قاصحه، حيت الا كانت قاصحه هذيك الخبزه غتجي كارمه. خاص العجينه تكون مطلوقه. هو راه ما كيتعجنش بحال الخبز العادي كتبقى يدك هي. هو ها غير كتجمعيه بحال هكا صافي. وانتم غتشوفوه معايا كيفاش غادي يجي. وتشوفوا معايا حتى الطريقه كيفاش غنقرصوا. هو راه اللي شافني دابا كنصاوب فيه غيقول لك غيجيني صعيب في التقريصه، ولكن اللي خدام عقلو راه الطحين مازال غادي يشرب. كيجي غزال مع زيت العود زبده بلديه. صراحه كتاكليه كتحسي براسك خفيفه. بالنسبه للناس اللي باغيين ينقصوا حتى الوزن حتى هو مزيان ليهم. صافي غادي نغطيه وغادي نخليه بحال هكا واحد شويه وغادي نرجع معكم في التقراص. يهبط ولدي الفران لتحت عندنا المخبزه يجيب لي الطاوه كبيره وغادي نقرصو مباشره في الطاوه غيدخل الفران. المهم خليكم معايا نتوما حتى تحضروا الطياب لحظه بلحظه، باش يعني الحاجه الا شديتيها في راسك كتبقى دائما في راسك. هادشي اللي كاين غير وليدات صغار وتيكون مخرج لهم الطبيب الريجيم ما خصهمش ياكلوا الفورس على حساب المصران وعلى بزاف د الحوايج. دابا غنخلوه يخمر وغادي نرجعوا لكم. اخوتي دابا هنا عندنا البلبوله وعندنا الشوفان وعندنا عاوتاني القمح كيف ما العاده. هو باش غادي نقرصوا. خليكم معايا. انا غادي نبدا دابا في التقريصه. غادي نعريو العجينه ديالنا وغادي نبداو في التقراص ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للتقراص راه غنقرص على الطاوه مباشره. دابا خوتي كيف ما شفتوا غادي نقسموا هاد الخبيزات ديالنا. هنا عندنا الماء كنفز الزبيد ديالنا بالماء واحد شويه وكنشدوا الخبيزات ديالنا على هاد الشكل هذا بحال هكا. صافي كنلويوهم وغندوزوهم اما في الشوفان ولا في البلبوله. دابا هذه غندوزها في البلبوله هكا. غنعمر ليها الجنيبات هكا وغنحطها في الطاوه مباشره. ملي غنحطها عاد غنقادها. خليكم معايا. هادو هما الخبزات ديالنا ديال الشعير الشوفان
وغنقادوهم مع الجناب. ملي غيخمروا نديروهم في الفران، ولا شفناهم لصقوا لينا واحد شويه نهزوهم بالكوباط. هو صعيب باش كتجمعو، خصنا ضروري نفزقو يدينا بالماء بحال هكا هكا، نفزقو يدينا بالماء. عاوتاني هادي نديروها في الشوفان، غنحاول بشويه، حيت هو راه الشعير راه صعيب شويه. غادي نقادوها ملي غنديروها في بلاصتها. بسم الله. ما يكونوش غلاظ بزاف وما يكونوش قاصحين بزاف. غنقطعوا هاد الاخرى هادي، ضروري نديرو شويه الماء لان حنت العجينه جاريه، ولا ما درتيهاش جاريه ما غاديش يجيك الخبز زوين. هو ما تخافوش منه، واخا ما تقادش لكم في يديكم راه في التقريصه كتقاد. راه في التقريصه كتجي مزيانه، واخا تشوفوها هكا معنفجه. هانت انا دابا هذيك ها هي دابا غتقاد هنا. انا درت غير هاد الطاوات ديال الفران، ما بغيتش ندير دوك الطاوات الاخرين تاع الفران هنا، لان حيت انا غنطيبو لتحت صافي، وغنقادو هكا مع الجناب هكا. هو راه كيبغي يكون جاري، كيبغيش يكون قاصح وما يبغيش يكون رقيق. هانتوما دابا خواتاتي كيف ما كتشوفوا، ها هو دابا اللي قرصنا. درت 3 بالشعير وجوجات قرصتهم بالزرع، وحده قرصتها بالشوفان. دائما واللي خافت لا تلصق ليها الطاوه وتكون ما مدرباش على الطياب، دوز واحد شويه ديال الزيت خفيف من التحت. وانا هي درت غير السميده، واللي بغات دير الكاغيط ديال الزبده داك السلوفان ديرو ديال سميتو ديال الطبخ هذاك ديرو تفرشو وتقرص عليه، حيت هو خبز الشعير ما تيبغي. دابا انايا غادي نغطيه وغنخليه حتى يخمر، وغادي ننزلو للفران وغنشارك معكم حتى الطريقه ديال الطيب. ها نتوما دابا خوتي كيف ما شفتوا معايا، هما الخبز ديالنا اللي درت ديال الشعير اللي مقرص بالقمح ومقرص بالبلبوله ومقرص بالشوفان. ها نتوما جا غزال جا رائع. كنت بغيت نشارك معكم الصراحه حتى الطياب ما ساليت شاي والله العظيم. المهم ماشي مشكل، الطياب راه خليناهم في الطاوه، درناهم طابوا الفوق حتى طابوا مزيان. ملي طابوا هبطناهم تحمروا صافي، وعاود قلبناهم. لقينا شي وحده باقا شويه ما شاداش الطياب كنكملوا ليها الطياب. وكيف ما شفتوا خواتاتي ها هما الخبيزات ديالنا زويونين صراحه فنين. يمكن لك دوزوهم مع الرايب كيجوا فنين، مع الرايب البلدي ولا الرايب الرومي بالنسبه اللي كياكل الحلاوه كيجوا غزالين. عرفتي باقي سخون مع زيت العود. الصراحه انا ما كنكثرش الخميره، بالنسبه لي انا ما كنبغيش ناكل الخميره بزاف لان الصراحه ما زويناش. ها نتوما وكيتهرس بسهوله، وشوفوا كيفاش داير من الداخل طايب. هذا هو الشعير صحي، هذا هو باش كبروا جدودنا وباش عاشوا. ها نتوما ما معجن ما والو، زوين. ها نتوما اخوتي ما معجن ما والو، الخبز غزال 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 ما شاء الله. عرفتي شنو شي براد ديالاتي وزيت العود وشويه ديال الجبن، ما نعاودش ليكم شي بيضات بلديين. يا سلام وتهلا ليا.